من بعد يومين على قضية سعد المجرد والصدمة اللي تلقاتها العائلة ديالو والشعب المغربي ككل، سمعنا قضية أشرف حكيمي والاتهامات اللي توجهات ليه. واش هادشي مؤامرة؟ واش فرنسا كتستغل نجوم المغاربة ضد في الدولة المغربية؟ بعد مداولات استمرت 7 ساعات، أصدرت محكمة جنايات باريس حكمها بحق المغني المغربي سعد المجرد بالحبس 6 سنوات. سعد المجرد من أنجح المغنيين المغاربة والكل كيعرفوه بالإنجازات ديالو والأرقام القياسية اللي حقق في لي زالبوم ديالو. وجهت ليه المحكمة الفرنسية بباريس ضربة موجعة نهار الجمعة 24 فبراير. حكمت المحكمة الجنائية على سعد المجرد ب6 سنين وغرامة وما يبقاش يدخل لفرنسا لمدة 5 سنين تهمة الاغتصاب والعنف. من بعد 7 سوايع ديال المداولات قالت المحكمة أنها مقتنعة بالحكم ديالها وأن الاغتصاب وقع كيف ما وصفته المدعية لورا. وقالت المحكمة أن الوصف ديالها كان وصف دقيق بالإضافة للشهادات ديال الموظفين ديال الفندق وأنه كان تحت تأثير الكحول. دافع سعد المجرد على راسه وقال هي ما كذباتش ولكن ما كانش نيته الاغتصاب، كان ردة الفعل ديالو سيء وأنه ندمان على داكشي اللي دار واعترف بتعاطيه الكحول والمخدرات. بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق بعد حفلة له في العاصمة الفرنسية باريس. ودابا رجعوا اللور في 2016 باش بدا كل شيء. نهار 29 فبراير خرجت واحد التصويره اللي دارت بوم ديال سعد المجرد شادين البوليس بعد كل شيء عرف انه تشد على قبل الاغتصاب. خرجت واحد البنت فرنسيه اللي سميتها لورا بخيول بتصريح كتعاود فيه كيفاش تم الاغتصاب ديالها. قالت تلاقات مع سعد ببواط دونوي وتعرفت عليه وتما مشات معاه بالرضا ديالها لوطيل اللي فيه سعد. دخلوا للشومبر وبقاو كيتعاطاو المخدرات والكوكايين وقالت انهم تبادلوا القبل بالإرادة الكاملة ديالها ولكن هو تقلب عليها بالزربة ودفعها ومن بعد بدا كيضربها وكيعنفها وهي بقات كتطلب فيه باش يحبس. وقالت من بعد ما قدرت تهرب تلاقات مع موظف ديال لوطيل واحد الخدامة حتى هي كانت معاه وهادو النيت اللي كانوا من الشهود في المحكمة. Il y a une personne qui m'a aidée dehors. Après, je me suis enfermée avec une femme de ménage. السجن 7 سنوات للمطرب المغربي سعد المجرد، هذا ما طالبت به النيابة العامة الفرنسية. يدخلوا للمغرب وكيدخلوا يفسدوا ويديروا اللي بغاو. هذا نداء للسلطات المغربيه وللشرطه المغربيه، الا كنتو رجاله نهار يكحب شي فرنساوي خشيو امو في الحبس. دابا ننتقلوا للقضيه ديال حكيمي اللي حتى هو تلقى نفس الاتهامات بالاغتصاب. واش ما جاكمش هادشي غريب؟ نفس الاتهامات ونفس المدينه ونفس الدوله. نهار 27 فبراير نشرت الصحيفه ديال لو باريزيان خبر اتهام اشرف حكيمي من طرف بنت حتى هي فرنسيه وعندها 23 عام. هاد فرنسا حالفه ما تدخل كاع النجوم المغاربه للحبس. اجي نعرفوا القصه من الاول. كنا كنعرفوا اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم واشهر لاعب مغربي في التاريخ ديال كره القدم المغربيه. خرجت واحد خيتي كتقول انه اغتصبها يوم السبت 25 فبراير وداك النهار كان تغيب بسبب الاصابه على مباراه مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان مع اولمبيك مارسيليا. بدات القصه نهار 16 يناير. تعرف حكيمي على بنت فرنسيه عندها 23 عام، بقاو كيهضروا كيتعرفوا. قال لها باش تجي عنده للدار وصيفط ليها شيفور ديال اوبر باش يجي يديها. وكيف ما قالت هاد البنت انها ملي دخلت بدا كيحيد ليها حوايجها بالعنف وداك الساعه تعدى عليها وقالت انها قدرت تركلو وتهرب منه وعيطت على صاحبتها اللي جات وداتها. والمضحك في هذا الشيء كامل وهادشي اللي ما دخلش لي انا لراسي انها مشات لعند البوليس غير باش تعلمهم ماشي باش ترفع عليه دعوه او لا تدخلوا للحبس. كيفاش هي تعرضت للاغتصاب ومشات غير باش تعلم البوليس؟ وهادشي اللي دار ضجه كبيره في مواقع التواصل. من بعد يومين على هادشي مشى اشرف حكيمي للحفل اللي داروا الاتحاد الدولي لكره القدم والجوائز ديال دو بيست وكان خدا افضل ظهير ايمن. كان حكيمي كيتفادى الكاميرات والصحفيين باش ما يهدرش على الاتهامات اللي تعرض ليها. وباش تعرفوا هادشي اللي وقع مع اشرف وسعد وقع مع بزاف ديال المشاهير بحال مامي نجم الراي الجزائري اللي تحكم ب5 سنين حيت كان كيجبر صديقه ديالو باش دير الاجهاض، ونيمار اللي تعرض للاتهام باغتصاب بنت ولكن خرج منها حيت نشر
رسائل اللي دارت بينه وبينها وانها بغات تنصب عليه وتستغلوا على ود الفلوس وبزاف. وهذا الشيء كامل في فرنسا وباريس، بحال الى هاد المشاهير ما كيبانوا ليهم غير البنات ديال فرنسا باش يمشيو يغتصبوهم. واش بان لكم هاد الشيء كامل غير صدفه؟ ماكارون تسالاو ليه كاع الوراق قدام المغرب وبدا كيستهدف اي حاجه بانت ليه مغربيه، حيت المغرب ما بقاش حاني راسو لفرنسا. والانجازات اللي دار المغرب في هاد السنوات الاخرى خلات فرنسا كدير اي حاجه باش تجرجر المغرب. اش بان لكم نتوما؟ واش هادشي غير صدفه ولا مؤامره؟